من مطبخ مشكور اليوم راح اسوي لكم وصفه جديده، هي مقشه بصراوي، لاول مره انا راح اسويه وحشوفكم اياه شلون. السمك اللي راح استخدمه اليوم هو سمك الحمام او الماكريل، راح اخليه بمي اسلقه على النار ويا المنكهات. وصلايه واحده راح اقطعها 4 اقسام واخليها ويا السمك حتى تاخذ النكهه مالتها. ورق غار، شويه ملح، بصل ناعم، وشبنت ناعم. السمك هنا على النار بين ما ينطبخ راح نخليه تمن، راح نخلي الزيت، نضيف البصل ودير الثوم. من يحمس عندنا البصل راح نخلي شبن. راح نضيف البهارات، اول شي كاري، كركم، نون بصره مطحون، واكيد الملح. راح اخذ هسه النص هاي الحشوه حتى اخليها بعدين ويا السمك، نص الثاني راح اطبخه ويا التمن. راح نخلي مي حار للتمن واخليه لحد ما يفور. واكيد بهذه الوصفه لازم يكون عندنا تمن مشكور موجود، ارز بسمه سله 1121، واكيد تعرفون انه هو عالي النقاوه والجوده، انا استخدمه من زمان وانصحكم تستخدموه. بعد ما غسلنا التمن غسله كلش زينه ونقعناه 10 دقائق راح اضيفه للمي. السمك عندنا استوى هسه، راح اصفيه وافلسه من العظام. طاوة على النار راح نخلي بيها زبده واحمس بيها السمك ويا الحشوه. راح نخلي الحشوه سويناها ويا التمن واضيف فوقها السمك، مخلمه مال السمك هاي. السمك عندنا جاهز والتمن بعد له دقيقتين، انا ما احب اضيف السمك بالبدايه لان راح ينطي الزفر مالته وراح يكون عندنا السمك اوفر كوك ويصير عندنا قوي، فراح اخلي التمن اخر دقيقتين واخلي الجزء منه حتى اخلي الحشوه على الوجه. الشغل داخل المطبخ يتطلب دقه والنظافه اكيد لازم تكون موجوده، واللي راح يساعدكم بهذا الشيء اكيد هو فاين. لك هاي بقت النار عشو. واكيد ويا طباق الاسماك مثل ما يقولون اتمروا، فانا سويت اليوم الحلا هذا اللي هو بسيط وطيب ايضا، اللي هو تمر بالجوز بمساعده كستاني. خلصت حلقتنا لهذا اليوم ويا المقشه البصراوي. هذا البرنامج برعايه وكالات شركه المتسوق، ورمضان كريم عليكم. خايف من